أمجاد المغرب. اليوم كذلك حلقتنا ما عادش تخرج من هذا السياق هذا. سعيد باستضافتي أستاذ رجل تربية وتكوين لكنه متهمم بقضايا الأغنية المغربية، جماع الكثير من الروائع والخالدات كتحتويها خزانته الصوتية. ونفس الشيء بحول الله عاد يكون في حلقة اليوم. كنا يوم أمس مع حلقة استضفت الأستاذ دي خالد البدوي، اليوم كذلك أستاذ مبرز يعنى بالأغنية المغربية، وسيظهر ذلك من خلال النماذج التي سنقتنيها من خزانته الصوتية. نبداو مع أولى اختياراته قبل ما نستقبلوه على الأثير مع هذا الخالدة ومع هذا الرائعة اللي قليلة التداول. سنتحدث على أغنية العهد ونخليكم تكتشفوها قبل ما نستقبلوا ضيف الحلقة. شكري موصول زميلتي الأخت حورية الراضي اللي كتشرف على المستوى التقني وعلى مستوى الإخراج على إيصال هذه الحلقة لمسامعكم أعزائي المستمعين. العهد. احنا معاك دايما معاك دمنا معاك ونحن فداك. احنا معاك دايما معاك دمنا معاك ونحن فداك. ولما ناديتك يا شعب العزيز مشينا وراك رأينا الأمانة بين يديك. ولما ناديتك يا شعب العزيز مشينا وراك رأينا الأمانة بين يديك. تحن عليها تكافح من أجلها، تحن عليها تكافح من أجلها ومن أجلنا ومن أجلنا نسرنا وراك وراك. نجدد عهد مئات السنين ندعم الصرح ألوف السنين. نجدد عهد مئات السنين ندعم الصرح ألوف السنين. عهد المحبة عهد الوفاء عهد البناء. عهدك عهد من الله في قلبنا وفينا منها، وحبك من بعض أخلاقنا ومن عزنا. وعرشك من نفس سالمنا ومنا بأفضالنا. والتضحية تعاليمه العز والمجد والقومية. عهدناك نحن وراك إذا ما دعوت إلى المعركة لتحرير صحرائنا لتلقين أعدائنا. بشكر من الصحراء
في حفنة رمل أعز علينا وأغلى من كل مال، من كل الدنيا ومن كل حال. لرفع دخان المصانع، لتنمية المجتمع، لخلق المواطن حر كريما سعيدا عظيما. أعزائي المستمعين، نرحب بالاستاذ استاذ التربيه والتكوين سي عبد الله بوشاكور. مرحبا بك سي عبد الله على اثير اذاعه مراكش. انت في عطله صيفيه سي عبد الله. نعم، الان انا اتواجد بمدينه الرباط. تحيه نعم. لك استاذ انس، وتحيه لمستمعات ومستمعي اذاعه مراكش، الاذاعه العزيزه علينا صراحه. واشكرك على الدعوه يعني، ونحن نعيش هذه الاجواء الاحتفائيه بذكرى غاليه، ذكرى خالده عزيزه على قلوب المغاربه، وهي ذكرى العرش المجيد، عيد الاعياد. نعم. سمعت يعني الاختيار الاول صراحه اللي هو عهدناك نحن وراك، اللي هي العهد من شعر الشاعر الكبير الشاعر المغربي محمد الطنجاوي، والحان وغناء الموسيقار عبد الوهاب الدكالي، عميد الاغنيه المغربيه. هذه القطعه الجميله غناها الموسيقار عبد الوهاب الدكالي في السبعينات، بدايه السبعينات، وكمان القرن الماضي طبعا، ويعني كلها شجن وكلها واحد التعبير عن روح المواطنه ومحبتنا لثوابتنا ووحدتنا الترابيه. عهدناك نحن وراك إذا ما دعوت إلى المعركة لتحرير صحرائنا، لتلقين أعدائنا، إننا لن نسامح بشبر من الصحراء، وحتى ترمل أعز علينا وأغلى من كل مال. عهدناك نحن وراك إذا ما دعوت إلى المعركة، مع الفقر نحمله للمقابر، مع الجوع نذبحه بالأظافر، مع الجهل لن يظل في بلاد فقير أو حقير. يعني صراحة فيها روح المواطنة وفيها واحد التشبث بالتوالي، ويعني صراحة وكما نعلم أن قضية الصحراء المغربية هي القضية المركزية لجميع المغربيين. قضية الجميع، المصلحة العليا للوطن وللأمة المغربية فوق كل